كاتاكومب. هنبدأ جولة سياحية كده النهاردة في الكاتاكومب. نوني بصي هنا، خش الكاتاكومب. خش الكاتاكومب ان شاء الله. رحلة كده جميلة، هنحاول نزور ونستكشف المكان، ومعايا ايودي نحاول نستكشف المكان كده وننزل مع بعض ان شاء الله. وتابعونا كده عشان تتابعوا بقى ما هي الكاتاكومب او سراديب الموتى في الاسكندرية في كوم الشقافة. هننزل مع بعض، يلا نبدأ على بركة الله. ذاكر التذاكر. المفترض ان احنا دلوقتي في القبو الرئيسي اهو. المفروض ده بير ارتفاع 30 متر. المفترض ان الجثه بتنزل بحبال، تنزل كده عبر هذا البير لحد تنزل بالحبل من فوق لحد ما توصل هنا كده، توصل للارض. بعد كده بتخش عبر هذا السرداب ده بيبتدي يخش الجثه، تتسحب السرداب ده زي ما احنا شايفين كده، بتتسحب في هذا السرداب، وبنزل معاك اهو في سرداب طويل لحد ما تصل للملقن اللي في الجنب التاني، بتودعه اسرته وبيروح على غرفة الدفن الخاصة بيه. يعني حاجة غريبة جدا، حاجة خيالية جدا بس رائعة. بنقابل الجثة من الناحية التانية. بس عيوني ده المدخل الرئيسي بتاع المقبرة. هتلف ده بلاستيك تانيك. لا ما بقولك انزلي من ناحية ثانية. هنا بنقابل الجثة من الجهة الملقنة. عايش اهو زي الفل. الله اكبر. على ان دول اصحاب المقبرة. خش بقى كده السيدة السيد السيد فين يعني؟ في اول سنتين. ده كلام ان دول اصحاب المقبرة الاصليين. يا حبيبي. هنا بقى يعني دي حجرة التحنيط، نشوف فيها أنوبيس، مظاهر تحنيط الفرعونية القديمة. شيء غريب وعجيب. ده المدخل الرئيسي للمقبرة. مشكلته بقى ان انت لو سرحت ومعاك حد هتوهوا من بعض، لان المكان هنا كله سراديب زي ما احنا شايفين كده، غريبة ومتداخلة وكلها شكل بعض. يعني مش هتقدر تعمل علامة مميزة انك ترجع للمكان. الحل الوحيد ان انت لو معاك حد تفضلوا ماشيين مع بعض، لان وارد جدا ان انت تتوه داخل سراديب.
الغرفة الوحيدة اللي للأحياء مش للأموات. هنا أقارب المتوفى بييجوا يقعدوا في بعض الأعياد علشان يجوا يزوروا موتاهم. الرومان كان عندهم أعياد كتير طبعا، وكانوا بيقدسوا الأب جدا والأبوة جدا، كانوا بيقعدوا هنا. كان في زمان هنا منضدة خشبية كانت موجودة، حتى وقت الحفريات كانت موجودة. السراديب اللي ورا دي بيقدموا منها الكدن، بيلفوا عشان يقدموا الاكل والشرب والمشروبات لاقارب المتوفي. هنا اقارب المتوفي كانوا بيقعدوا. ويمكن الدليل على ان دي اوضه الاحياء السقف المرتفع بتاعها، هنلاقوا ده اكتر اوضه لها سقف مرتفع هنا في المكان. غرفه لاقارب المتوفي يجوا يزوروه في الاعياد والمناسبات والذكرى السنويه لوفاته. Can you see the legs of the people on the other side? Some people are walking here. Yeah. Tell them the place where the people are walking. And the body are not buried here. It's just a cascade that contains the body. And the good thing that the marks of the chisel still here. See? You still have the marks of the chisel. Welcome to Egypt. Yeah. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Have a nice time here in Alexandria. Thank you. Where are you from? Have a nice time. Have a nice time. Okay, so جولتنا داخل الكاتاكومب او كوم الشقافة. انبسطتم؟ انبسطت ايودي؟ حلوة؟ بس كانت مرعبة. مرعبة شوية. يلا اعملوا باي باي بقى. باي باي. السلم كان مرعب. السلم كان مرعب، ونشوفكم في الحلقة الجاية. ماشي يا والوجود بقى ايه، هنشوف الشمس مرة تانية بقى. واو، الهواء مختلف جدا جدا جدا. الهواء فعلا مختلف، يعني تحت غير فوق. احنا كده خارجين نطلع على الشمس مرة تانية بقى، وتنتهي رحلتنا لكاتاكومب. نشوفكم ان شاء الله في رحلة جديدة.